عبد الله راجع نفسك وراجع عقلك، واعلم أنك موقوف بين يدي الله. إياك أن يتسلط عليك الشيطان، إياك أن يغلبك هواك أو نفسك الأمارة بالسوء، إياك أن يركبك الحسد والهوى فتقول في مسلم ما ليس فيه. إن كثيرا من الفتن عباد الله سببها آفات النفوس وحب الظهور والحسد وغير ذلك من الآفات. وإذا فكرت في البدايات عرفت ما تؤول إليه وما آلت إليه النهايات، وأنها من هذه الأمراض في كثير من الأحيان. وربما بسبب ضعف الوازع الديني يجترئ الإنسان على أن يقول في أهل العلم وفي حملة الخير ما يغضب الله جل وعلا ويخاصم بالباطل. وقد سمعتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لم يزل في سخط الله حتى ينزع.